لما تبقى لسه داخل اي دايره اجتماعيه جديده، شغل، دراسه، قعده قهوه حتى، دايما بيبقى في شخص اللي هو انت ما عندكش اي اهتمام ان انت تتعرف عليه، يعني ما فيهوش اي حاجه ملفته للانتباه بالنسبه لك. ولكن لما تقعد تشاء الظروف وتقعد تتكلم معاه تقول الله، طب ده انت روش، ده انت هو يعني ده انت دماغك حلوه، لا ده انت صديقي الصدوق. هو ده اللي حصل معايا بالظبط في علاقتي مع العربيه دي، شاري تيجو 7 برو ماكس. اضافه جديده لمعمعه الكروس اوفر الصيني اللي موجوده دلوقتي، ولكن فيها شويه حاجات كده مختلفه تقدر تخلق بينك وبينها لينك عاطفي. اخوكم السوي احمد خالد يرحب بكم في رحله جديده مع الشاري تيجو 7 برو ماكس. اسم تيجو بقاله اكتر من 15 سنه في مصر، والعربيه دي من كتر ما تفوقت على نفسها في المبيعات، الجيل الاول فضل مكمل لحد 2024. اي نعم اسم العلامه اتغير وحصل شويه تطورات في الديزاين وكده، ولكن هو كان نفس الشاسيه ونفس المكونات الاساسيه. لو بصيت بقى على الجيل الاول وقارنته بالحاجات اللي موجوده النهارده، تقدر تعتبر اسم تيجو ده شاهد على تطور صناعه السيارات الصينيه. الحاجه اللي موجوده بقى معانا النهارده التيجو 7 برو ماكس، الشغل اللي موجود معانا النهارده يعتبر الميد رينج في السيريز بتاعت التيجو. في حاجات طبعا اعلى منه شويه، تيجو 8 برو ماكس وتيجو 9 دلوقتي عربيه بلاجن هايبريد متطوره جدا. ولكن ده مش معناه ان العربيه دي فقيره باي شكل من الاشكال. كل المناطق اللي ايدك بتيجي عليها معمولة بجودة كويسة وبمواد زي الجلد والبلاستيك السوفت الموجود على الابواب واللي مكمل بعرض التابلو كله. في كاربون فايبر لوك، مش عارف هيعجبك ولا لا، بس اللي اكيد هيعجبك ملمس الزراير المعدن الموجودة في تحكم الابواب والاضاءة ومساحات وعلى الدركسيون. ده غير زرار الصوت الموجود على الكونسول الوسط، تاتش يحسسك انك غني كده. في كمان شاحن لاسلكي، وتحت الكونسول بقى عندك مساحة تخزين كويسة جدا لشنطة صغيرة. في كمان اضاءة محيطية بكذا لون، وممكن تظبطها انها تتغير مع المزيكا لو انت من محبين الكهارب. كل ده كوم، والبرزنتيشن المطول اللي العربية بتعمله لك كل ما تيجي تركب كوم تاني. ديزاين العربيه شيك في العموم، ولكن يعني عندي كام ملاحظه كده لو ما فيهاش رزاله. عندك هنا شاشتين 12 بوصه، ولكن الانيميشن يمكن بتاع العدادات يعني بطيء شويه، كان محتاج يبقى اسرع سنه. الشاشه برضو وانت سايق مش اسهل حاجه ان انت توصل لها، يعني بتحس ان انت عشان توصل لحاجه بتشب سنه كده، يعني ممكن تشتتك شويه وانت سايق. وخاصه ان زراير اللي هنا، زراير الاختصارات اللي هنا دي، الهوم والحاجات دي برضو متداريه ورا الدركسيون وانت قاعد، فمش واضحه قوي. وغير كده كمان انت المفروض عندك وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولكن يعني توصيلهم مش ابسط حاجه. هو اول مره وصل معايا تمام، بعد كده بقى ما اعرفش ايه اللي حصل، ما بقيناش عارفين نوصله وايرلس، بقيت اركب السلك عادي. ولكن بقى قصاد كده عندك مميزات كتير تعوضك عن الكلام ده. عندك مثلا هنا اهم حاجه ان في زراير عاديه مختصره للتحكم في التكييف، الحمد لله، لان التاتش انا بيجنني التاتش بتاع التكييف ده وانت سايق. السنتر كونسول ده شكله شيك قوي، عندك الحته دي خشب. كراسي العربيه جلد ومريحه جدا حقيقة على المسافات الطويله. وعندك سقف بانوراما في الفئه الثانيه. عندك نظام صوتي فاخر من سوني، 8 سماعات، صوته حلو جدا الحقيقه. ولما بتخرج بقى بره العربيه وتبعد عنها سنه، بتقفل وبترفع الازاز، ولو فاتح فتحه السقف هتقفلها كمان. القعده ورا بقى لطيفه برضو، يعني مناسبه لعيله متوسطه من 5 افراد مثلا. انا ظابط الكرسي كده على وضعيه السواقه بتاعتي وانا 176 سم، فلا عندي مساحه كويسه، مساحه الراس كويسه. عندي فتحات تكييف خلفيه ومدخل يو اس بي، وعندي كمان مسند وسطي مع عدد 2 كاب هولدر. الفئه الثانيه من العربيه فيها شنطه كهرباء ومساحتها 475 لتر.
انطباع ليا مع التيجو 7 برو ماكس الحقيقه كان ان التكييف ثلاجه والعفشه ناعمه، ولكن ده يعني كلام هالك، كلام هلس طبعا. وخلينا نتكلم في كلام مهم بقى. شيري بتقدم العربيه دي في اوروبا باسم تيجو 7، ما عندهمش بقى برو ماكس والكلام ده. فالعربيه دي بتخش اختبارات الامان الاوروبيه يورو ان كاب، اكتر اختبار امان صارم في العالم، واخده فيه 4 نجوم. بس من كتر اصرارهم بقى شيري اشتغلوا على العربية ودخلت الاختبار تاني وخدت 5 نجوم. والعربيه بتيجي مصر ستاندرد بتجهيزات امان زي 6 اير باجز وانظمه اي اس بي وهيل ستارت اسيست اللي هو دعم التوازن عند صعود المرتفعات، وهيل ديسنت كنترول اللي هو دعم التوازن على المنحدرات، وتاير بريشر مونيتور بتراقب ضغط الكاوتش، كمان بتوريك درجه حراره الكاوتش، و6 اير باجز وحساسات ركن خلفيه. تاني فئه بتزيد بحساسات ركن اماميه وكاميرات 540 درجه اللي هي السراوند، بتفيدك جدا وانت بتركن، وبمجرد ما بتحود الدركسيون بتشتغل اوتوماتيك. فنقطة الأمان دي فارقة جدا في موقف العربية قدام المنافسة العنيفة اللي بقت في الفئة السعرية دي. موضوع انها بتتقدم في أوروبا ده كمان فارق وواضح في السواقة. العربية توجيهها كويس جدا، ودي حاجة فاجئتني، يعني تكاد تكون الهايلايت بالنسبة لي بصراحة في العربية دي. حاجة ما كنتش متوقعها تماما في عربية كروس اوفر صينيه موجهه للعائليه في المقام الاول. العربيه ما تحسش خالص ان انت قلقان وانت داخل بيها ملفات على سرعه. الثبات كمان على السرعات كويس جدا بالنسبه لحجم العربيه والفئه دي، والحقيقه حسسك ان العربيه عندها بوتنشال او عندها مقومات يعني تخليها تأدي بشكل احسن من اللي هي بتأدي بيه دلوقتي. التيجو 7 برو ماكس جايه بموتور 1500 توربو 4 سلندر 145 حصان وعزم 210 نيوتن متر. المفروض على الورق ان هو بيطلع ما بين 1750 ار بي ام و 4000 ار بي ام تقريبا، ومعاه فتيس 6 سرعات دبل كلاتش ويت، وده كان اهم تحول في العربيه دي. التيجو 7 برو اللي قبلها كانت بتيجي بفتيس سي في تي، كنت متفائل جدا بصراحه بالفتيس الدبل كلاتش ده، وهم مروشين هنا الحقيقه، حاطين فتيس شيفت باي واير وحاطين اللوجو التايجر ده، معرفش ده حاج تيجو ولا مين. ولكن على ارض الواقع الحقيقه الموضوع كان مختلف شويه. خلينا ناخد الموضوع حته حته. الموتور اداؤه في المجمل زي ما انت متوقع، يعني 145 حصان، ما تتوقعش ان انت هتاخد اداء خاطف قوي. يعني الباور كافي جدا على الحجم ده، ولكن في توربو لاج محسوس الحقيقه، بالذات وانت بتطلع من السرعات الواطيه. الفتيس كمان مش بيساعدك قوي. لما بتيجي تدوس بتفكرني الحقيقه بصاحبك اللي هو دايما تقول له حاجه يقوم رادد عليك بسؤال. يعني تقول له مثلا عايزين ناكل بيتزا، يقول لك ناكل بيتزا؟ طب ما يلا نروح ناكل بيتزا. لازم يرد عليك، لازم في لاج في النص كده. عشان تاخد منه العزم بتاعه لازم بتضغط سنه، يعني بتضغط مثلا 3500 ار بي ام، فطبعا ده بيأثر على استهلاك البنزين سنه. وبمناسبه استهلاك البنزين، فهي العربيه معايا يعني كان الافريج بتاعها من 7 ل 7.5 لتر في كل 100 كيلو. لو انت ماشي بشكل طبيعي محترم نفسك عادي، يعني اللي هو مش محافظ قوي وفي نفس الوقت مش بتدعس، لما بتدوس بقى بتعافى على العربية شوية، يعني ممكن يطلع ل 10 ونص. الفتيس بقى نقلاته مش اسرع حاجة بصراحة، ولكن كونه دبل كلاتش انت تتوقع ان هيبقى فيه اهتزازات محسوسة او كده، ده مش موجود هنا. تجربة في المجمل ريفايند، مش حاسس انت بدوشه برجه باهتزازات او حاجه وانت ماشي، ودي حاجه كويسه جدا. وبتبقى كويسة أكتر بقى لما تحط العربية على السبورت. استجابة الموتور بتبقى حادة أكتر بكتير، ونقلات الفتيس بتبقى أسرع بشكل ملحوظ بصراحة. بس لو هنرجع لنقطة الريفاينمنت دي، فنقطة مهمة جدا في العربية دي هو ان عفشتها الخلفية مالتي لينك، وده مساعد ان العربية ما تبقاش متعبة وانت سايق، وفي نفس الوقت برضو مساعد جدا في التوجيه وفي الثبات. طيب مكان العربية دي فين وسط المعمعة اللي موجودة دلوقتي؟ التيجو 7 برو ماكس جايب فئتين سعرهم 1,180,000 و1,280,000. ده بيحطها طبعا في منافسة مع حاجات زي هافالجو لاين، جيلي كول ري،
جيلي، سيتي راي، شانجان CS 55 بلس مثلا، بايك اكس 55، سو ايست S07، S06 برضو تعتبر في نفس الفئة دي. حاجات كتير قوي قوي، يعني الموضوع بقى فعلا يعني صعب. سيول من السيارات الصينية كروس اوفر. العربية دي يمكن انا شايفها مناسبة لحد مش عايز حاجة ملفتة قوي، مش عايز حاجة فيها بهرجة شديدة، ومش مهتم قوي بالأنظمة المتطورة والكلام ده. العربية دي مثلا ما فيهاش اكتف سيفتي، يعني ما فيهاش حاجات زي ادابتيف كروز كنترول ولين كيب اسيست، ما فيهاش حتى بلايند سبوت اسيست اللي هو بيحذرك من النقطة العامية. الحاجات دي موجودة مثلا في حاجة زي هافال جو لاين اللي هي دلوقتي بقت ارخص منها بحبة. بس قصاد ده في ميزة اليورو ان كاب دي، يعني انت واخد عربية انت متأكد من مستوى الامان بتاعها. مفيش عربية كروس اوفر صينية تانية في الفئة دي دخلت يورو ان كاب. اقرب حاجه ليها يمكن الام جي اتش اس، دي اغلى بحوالي 200,000 جنيه. فمن وجهه نظري العربيه دي مثاليه لحد بيدور على حاجه عائليه بجوده كويسه، وفي نفس الوقت ما تحسش ان هي ممله او فقيره من ناحيه الاوبشنز. لكن لحد بيدور على الاداء في المقام الاول لا، يعني مش هيتبسط قوي هنا. وبس كده. احب اعرف رايكم في الشاري تيجو 7 برو ماكس، ورشحوا لنا عربيات نجربها بقى في الفتره الجايه في وسط المعركه اللي احنا فيها دي. وطبعا لا تنسونا في الفولو واللايك والشير، ربنا يكرمكم يا رب. كان معكم اخوكم السويق احمد خالد، والى اللقاء في رحله اخرى ان شاء الله، فلتصحبكم السلام.